سيطرت قوات سوريا الديمقراطية قسد بدعم من طائرات التحالف الدولي على محيط مدينة منبج، وحررت دوار السبع بحرات ومشفى باسل وقرى جرابلس. وصرح قادة قسد أنه خلال الأيام الخمسة القادمة سيتم تحرير مدينة منبج بالكامل من سيطرة تنظيم داعش. أثارت التصريحات التي أطلقها اليوم الأربعاء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، التي أكد فيها عن ثقته بعودة العلاقات الطبيعية بين تركيا وسوريا، الكثير من علامات الاستفهام لدى المراقبين للشأن السوري التركي. نفى باهوز أردال القيادي في حزب العمال الكردستاني PKK في اتصال هاتفي لقناة الجزيرة القطرية نبأ مقتله في مدينة القامشلي، كما روجت وسائل الإعلام التركية مؤكدا أنه ما زال على رأس عمله في جبال قنديل. قال نائب القنصل الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية ريوفن عازر في مقابلة تلفزيونية أن علاقات بلاده مع إقليم كردستان تمثل تحالفا طبيعيا، وأن تل أبيب ستكون أول عاصمة تعلن اعترافها بكردستان كدولة مستقلة بعد استقلالها عن العراق. لقاء مرتقب يوم غد الخميس يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة موسكو لمناقشة الأزمة في كل من سوريا وأوكرانيا، إضافة لتعزيز العلاقات بين البلدين. أفادت مصادر صحفية أن اللاعب كريستيانو رونالدو سيتغيب لمدة شهر، وذلك بسبب إصابته في مباراة فرنسا والبرتغال، كما أنه سيتغيب عن كأس السوبر أمام إشبيليا. وفيما يلي أسعار العملات والذهب في الأسواق السورية اليوم الأربعاء 13 من تموز يوليو.